السلام اخوتي المغاربه، مرحبا بكم في فيديو جديد يحمل اهم اخبار المنتخب المغربي لهذا اليوم. اخوتي الكرام، فيديو زوين ومشوق، وبغيتكم تعطوني الراي ديالكم في التعليقات. واش المنتخب المغربي مستعد مزيان لنصف النهائي قبل مواجهه كوتيفوار؟ وشنو خاصو يديروا اللعابه باش يفوزوا في المباراه بدون مشاكل؟ وعطيوني الراي ديالكم في الكومنتات باش ما نطولش عليكم. بداو على بركه الله. كيدوز المنتخب الوطني لأقل من 17 عام من مرحلة تحضيرات مكثفة استعدادا للماتش ديالهم ضد المنتخب الكوتيفوار اللي غادي تلعب نهار 3 يعني 15 أبريل 2025 في العشية في إطار نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم اللي كتحتضنها بلادنا حتى 19 أبريل. فالحصة التدريبية ديال البارح الأحد ركز المدرب نبيل بها اللي كيسير المنتخب الوطني لأقل من 17 عام على تقوية الروح الجماعية بين اللعابة وكذا تطوير الجوانب التقنية والتكتيكية ديالهم. اشبال الاطلس تاهلوا للنصف النهائي بعد ما ربحوا منتخب جنوب افريقيا بثلاثه ديال الاهداف مقابل هدف واحد، فاش في المقابل منتخب ثاني كذلك كوتيفوار دار المفاجاه وتاهل على حساب السنغال بركله ترجيح 5-3 بعد ما سال الماتش في وقته الاصلي بلا اهداف. الماتش بين المنتخبين غادي تلعب في ملعب البشير بمدينه المحمديه وغادي يبدا مع 8 ديال الليل في العشيه. من جهه اخرى عبر مدرب منتخب الكوتيفوار لاقل من 17 عام دياباطي على قلقه الكبير من الاخطاء ديال التركيز اللي كيعاني منها فريقه من نهار بدات البطوله، وقال ملي بدينا المشاركه ديالنا في كاس افريقيا في المغرب وحنا كنعانيو من المشاكل ديال التركيز، وفي الماتش ضد السنغال بان فيه هاد المشاكل من خلال الهفوات التقنيه، وداك الشيء علاش نبهت اللعابه من المنتخب المغربي اللي معروف بالتنظيم وما كيخطاش، وحنا غادي نخدموا بزاف باش نحسنوا الاداء قبل ما نواجهوا المنتخب المغربي ونفوزوا عليه ان شاء الله ولما لا.